اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. بشكر جدا الناس اللي دخلت سالت عليا كده ان انا غايبه وما بنزلش فيديوهات يعني. لو اول مره تشوفيني اتمنى انك تنوريني وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده، وكمان ما تنسوش تذكروا لا في الكومنتات علشان كلنا ناخد ثواب مع بعض. بصوا بقى فيديو النهارده، هو احنا هنتكلم شويه عن رمضان، وزي ما انتم شايفين كده هحضر معاكم الفطار وهحضر معاكم الغدا واحنا بنشتغل كده. هي يعني الصوره واضحه قدامكم، واحنا بنشتغل كده هنتكلم شويه مع بعض. بص، رمضان فاضل على رمضان حوالي 4 شهور ونص. فايه ده لسه بدري جدا، ازاي هنستعد من دلوقتي؟ لا، هو مش لسه بدري ولا حاجه، لسبب رمضان دلوقتي بيجي في الدراسه، والدراسه بتبقى ضغط مصاريف زياده عن الاجازه. فانتي بتبقي شايله هم دروس ومواصلات وكتب ومراجعات وملازم وحاجات من دي، وفي نفس الوقت شايله هم برضو مصاريف رمضان. طبعا برضو يعني رمضان ده ميزانية تانية، سواء دخلت رمضان او رمضان نفسه او دخلت العيد. هتطلع واحدة تقولي طبعا رمضان شهر عبادة مش شهر اكل وشرب. هو مبدئيا احنا بنعمل تجهيزاتنا دي علشان نتفرغ للعبادة. تاني حاجة، رمضان شهر عبادة وشهر اكل وشرب برضو يا جماعة. احنا هي شعائر الدين بتاعنا بتقول ان انت لما تحتفلي يعني بالايام المباركه دي، يعني ده فرض علينا ان احنا نحتفل، فرض علينا ان احنا ان اعيادنا ورمضان ما تبقاش زيها زي الايام العاديه. فاحنا شعب بنحتفل بالاكل، يعني مش احنا بس، احنا الوطن العربي كله احنا يعني احتفالاتنا بالاكل. يعني هتلاقي كل موسم كده ليه اكله. يعني المصريين مثلا اول يوم رمضان كلنا بنعمل بط، في العيد لازم الكحك والبسكوت والحاجات دي، في شم النسيم تلاقينا بنعمل فسيخ كده يعني. هعرفكم بس ان دلوقتي بعمل ايه، وبعد كده نكمل مع بعض. بصوا، انا حضرت معاكم الفطار. انا مش من الناس اللي غاويه فطار، يعني فطاري معظم الوقت بيبقى ساندوتش مثلا وانا بعمل للولاد اللانش بوكس، بسكوته صغيره كده مع القهوه. فلما بيجي لي مزاج افطر بحب ادلع نفسي يعني، فحضرت معاكم الفطار اللي انتوا شفتوه ده. وبعد بقى طبعا ما قعدت وريحت وشفت البيت بره عايز ايه وشربت قهوتي، دخلت بقى على المطبخ. كان عندي هنا حوالي 2 كيلو طماطم، كنت جايبه كيلو وربع ب10، وكان عندي شويه في التلاجة فكانوا حوالي 2 كيلو. فهوريكم مع بعض كده انا بجهزها ازاي. هو عاده انا بعمل الحركه دي كل اسبوع. طبعا الكميه دي بتبقى يعني على حسب سعر الطماطم في السوق، بصراحه مش هكدب عليكم. لما الطماطم بتبقى كبيره ممكن اجيب كميه وافرزها تبقى عندي يعني تكفيني مثلا الشهر كله. تمام، بغسلها كده كويس وببدأ ان انا اقطعها وابص فيها، لان اوقات بتبقى من بره سليمة جدا ومن جوه بتبقى يعني مش كويسة. في ناس بتغسلها وتحطها في كده في الحلة زي ما هي، بس هتبقى فرقنا ايه بقى عن الحاجات اللي بنجيبها من بره وبنبقى شاكين في نظافتها؟ لا يعني طبعا احنا بنعمل حاجة في البيت عشان نبقى ضامنين نظافتها وضامنين ان هي كويسة وان هي يعني حاجة صحية لصحة ولادنا. تمام، بعد كده هولع عليها النار وهغطي عليها واوطي واسيبها مع نفسها لحد ما تتسلق وتبقى بالمنظر ده. وبعد كده بسيبها تبرد تماما وبعدين هقول لكم انا بعمل فيها ايه. تمام، نرجع تاني بقى لموضوعنا تفريزات رمضان. احنا هنبدأ من دلوقتي ليه؟ لان زي ما قلت لكم الاسعار مش مستقرة، رمضان جاي في الدراسة، ف بيبقى ضغط، يعني ضغط مادي علينا كلنا. تمام، فهنبدأ علشان كل اسبوع نجيب حاجة، كل اسبوع نجيب حاجة. طب ما هو ايدنا هتيجي على الحاجة دي؟ لا، دلوقتي في حاجات كتير في السوق، يعني الحمد لله الخضار والفاكهة الى حد ما في حاجات اسعارها بدأت تستقر. الطماطم بدأت ترخص، يعني الطماطم انا كنت جايباها في الفيديو ده الكيلو ونص ب10، كيلو وربع ب10. دلوقتي الطماطم في بتاعه الصلصه دي وصلت الكيلو ب5 جنيه. فانتي لو كل نزلة سوق مثلا كل اسبوع خصصتي 10 جنيه او 20 جنيه هتجيبي بيها حاجه هتتفرز، يعني هتخفي من على نفسك كتير. تمام،
في برضو الكرنب بدأ ينزل وكويس وسعره كويس. في عندنا الفاصوليا ب10 جنيه. الجوافة في الفاكهة، الجوافة دلوقتي ب8 وب7.5، وحلوة برضو جدا، ممكن تجيبي وتفرزي. بصوا انا دلوقتي هنا جبت بصلايه كبيره وهفرمها كده في الكبه، و هبدأ ان انا اشتغل بيها. خدت تلتين البصلايه دي وهبدأ اتبلها بالملح والفلفل، والتلت التاني هقول لكم برضو هنعمل بيه ايه مع بعض. تمام. نرجع بقى لموضوعنا. زي ما قلت لكم هو البصل لسه شويه، التوم شويه وهينزل التوم الجديد برضو هنجيبه ونفرز. الطماطم وريت لكم اهو، يعني بوري لكم اهو طريقه التفريز. طيب بالنسبه بقى للحوم، احنا الخضار والفاكهه عادي بيتفرز معانا من السنه للسنه، لكن اللحوم انا ما بفضلش ان هي تقعد مده طويله في الفريزر. طب هنعمل ايه لو انا عايزه ابدا اخزن اللحوم من دلوقتي؟ هعمل ايه؟ الحاجه اللي هجيبها هبقى عارفه ان انا مثلا جبت نص مفروم، فنص المفروم ده هيبقى علشان رمضان، تمام، بس انا مش هعينه هو عشان رمضان، انا جبت الشهر ده نص مفروم. الشهر اللي جاي مثلا وانا بجيب مشترياتي هجيب نص مفروم، هعين الجديد وهطلع القديم، لكن مش هاجي جنب اللي انا جايباه علشان رمضان ده خالص غير لما اجيب مكانه. يعني هبدل الحاجه القديمه، اطلعها استعملها، والحاجه الجديده هعينها. زي ما انتم شايفين هنا كده كان معايا وراك فراخ. كنت جايبه كده 3 وراك بس، يعني كانوا كبار ما شاء الله حجمهم حلو، وبدات ان انا ادعكهم كده واتبلهم بالبصل اللي انا دعكاه يعني بالملح والفلفل، وادخل كده البصل من تحت الجلد، وهبدا ان انا في حله كده على نار فيها زبده هبدا اشوحهم، وبعدين هنزل عليهم بالميه المغليه غلوتين على نار عاليه، وبعدين هبدا ان انا اهدي النار واسيبهم يستووا مع نفسهم. انا ما بحبش اسوي الحاجه على نار عاليه، خصوصا الحاجه اللي بتتسلق يعني اللي هتعمل شوربه، لان النار العاليه دي بتبخر الميه، مش بتخلي الحاجه تستوي. الميه هتتبخر منك، هتضطري ان انت تزودي شوربه تاني، فالشوربه عندك هتطلع خفيفه ومش هتبقى حلوه. فعلى ايه؟ انتي حطي لها كميه الميه كلها مره واحده من الاول، وبعد كده هدي النار، بتطلع حلوه جدا وبتطلع دايبه جدا. لكن لما الحاجه بتستوي على نار عاليه بتشد معاكي. تمام. نرجع تاني بقى زي ما قلنا اللحوم. ماشي، ممكن اجيب من دلوقتي و اسحب القديم واعين الجديد، وممكن تخصصي بقى حصاله كده للحوم. واحنا كده كده يعني انا كده كده هعمل حصاله، بس مش هعملها بنفس فكره الحصاله اللي هي بتاعت 60 يوم اللي احنا عملناها مع بعض. انا هسيب لكم الفيديو بتاع الحصاله ده، حلو جدا، هتحوشي حوالي 2000 جنيه في شهرين، فهسيب لكم الفيديو ده اعملوه. بس انا مش هنفذها كده بصراحه، احنا دلوقتي يعني ضغط دروس ومدارس وكده، فانا هعمل الحصاله دي اللي هقدر احطه فيها هحطه، بس لازم يوميا احط حاجه يعني حتى لو الجنيه، لكن مش همشي بالمبالغ، يعني مش هجبر نفسي على مبلغ زي ما كنت عامله في الحصاله. تمام. هنا كده حله تانية برضو شويه زيت، وحطيت فيها شويه من البصل اللي هو تلت البصل اللي انا سبتها على جنب يعني، ورشه من الملح، وهبدا ان انا ادبل البصله دي، ونشوف بعد كده هنعمل ايه. تمام. طيب الخزين بقى اللي هو الزيت والسكر والكلام ده، طيب انت هتحاولي ان انت تشتري مثلا برضو كل شهر حاجه، او زي ما قلنا برضو في الحصاله براحتك. بصوا هنا كده بقى الطماطم كانت بردت خالص، وبدات ان انا اعصرها في الخلاط، او لو عندك هاند بلندر اعمليها بالهاند بلندر، وهبدا احطها بقى، تحطيها في برطمانات انت غسلاها ومعقماها، او تحطيها في اكياس ثلاجه وتحطيها على الفريزر عادي. انا لو عملت اكتر من برطمان يعني بحط واحد في الفريزر وواحد في الثلاجه، اخلص اللي في التلاجة الاول وبعدين انزل تاني من الفريزر. بتبقى معقمه، وبتبقى قصدي مركزه، ويعني ما بتحتاجيش يعني منها كميه كبيره، يعني هتحطي كميه صغيره هتبقى طعمها حلو، وهتبقى يعني لونها كمان حلو جدا. ما بحبش احط فيها بنجر او فلفل احمر او اي حاجه من دي. انت عايزه تضيفي حاجه من دي ضيفيها وقت الاستعمال، لان انت لو عامله كميه كبيره وسبتيها يعني مده، البنجر والحاجات دي لا بتغير طعمها، ما حسيتهاش ان هي لما بتتفرز بيها بتبقى نفس الطعم خالص.
بحط وانا بعصرها كده في الخلاط، بحط معلقه من السكر كماده حافظه علشان كمان تعادل الحموضه بتاعه الطماطم. تمام. البصل ده بقى هنزل عليه بشويه طبعا من الصلصه، يعني انا عامله حسابي ان انا الطماطم اللي هسبكها دي هعين منها وهشتغل منها الطبيخ يعني بتاع النهارده. هنزل عليها كده بالطماطم، وطبعا كأي ست مصريه اصيله في شفشق الخلاط كده شويه ميه وننزل بالباقي. ولان زي ما قلت لكم كمان هي بتبقى مركزه جدا، يعني هي لازم تتزود ميه او تتزود شوربه. وبعد كده هنزل عليها بالكوسه اللي انا مقطعاها، وهسيبها بقى تستوي يعني عادي خالص. حطيت ملح وفلفل اسود وشطه وبس كده خلاص. بصوا يعني انا اتكلمت النهارده كده كلام سريع كده عن حوار تفريزات رمضان، هنتكلم طبعا باستفاضه في الفيديوهات الجايه، بس انا يعني قلت اديلكم فكره كده علشان تبقوا فاهمين في الفيديوهات الجايه احنا بنعمل ايه. زي ما قلت لكم الملوخيه اليومين دول رخيصه جدا، الكيلو ب5 جنيه. هاتي وحطي في الفريزر. يعني انت لما تجيبي لك مثلا اسبوع مثلا 4 كيلو ملوخيه ب20 جنيه، وتحطيهم مثلا هتستعملي مثلا كيس منهم، ويعني قسميهم. ال4 كيلو ملوخيه ده بالنسبه لنا يتقسموا على 8 اكياس مثلا. فلما هطلع مثلا كيس منهم يعني مش هيبقى انا طبخت خضار طبخت منها في الاسبوع ده، بس في نفس الوقت في كام كيس بقى في الفريزر انا مش حاسه بيهم يعني. ف يعني الله المستعان، ان شاء الله هنظبط كل ده مع بعض الفيديوهات الجايه. اتمنى تكون الفكره وصلت لكم، واشوفكم في فيديوهات جديده.